هكذا البرنابيو مسرح الأحداث قبل كلاسيكو الأرض. إنها الانطلاقة وبلا مقدمات. نيمار يهدد مرمى نافاس أمام أنظار لويس إنريكي وتخوفات رافائيل بينيتيز. كريستيانو رونالدو لم يتأخر في الرد على هجمة البرازيل الجونيور، إلا أن برافو مارس معنى اسمه ومنع الهدف الأول لمدريد. سواريز ضلعا ثانيا لإيميسين في غياب ثالث ميسي بهدف أول صنع فرحة كبيرة وحماس إنريكي. وإن كانت مبكرة أقلقت نافاس وأربكت أوراق رافائيل وشتتت تركيز دون كريستيانو رونالدو. الأصدقاء مع ذلك يبحثون عن الأهداف، إلا أن نيمار أكد أن علو كعب برشلونة عال فوق المعتاد، والبرغوث الأرجنتيني وقف احتراما لما صنع. مارسيلو ناب عن نافاس تارة وعن المهاجمين تارة أخرى، ولكن الرسام له جواب آخر، هدف ثالث ليدون اسمه بمداد الفخر في قائمة الهدافين بطريقة ميكايلو ودافينشي. نحت اللحظة التاريخية في البرنابيو، لحظة جرعت رونالدو آلاما قل نظيره، آلام سرعان ما عمقتها تمريرة الأرجنتيني للأوروغواياني سواريز. أوروغواياني عدا تجاه شباك نافاس معلنا الهدف الرابع للبلوغرانا. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، بنزيما يحاول تخفيف المآسي وطرد إسكو زاد الطين بلة لينتهي الكلاسيكو على تساؤلات كثيرة تهم وصير بينيتيز، ونصبت الكاتالونيين ملوكا للليغا.